ما تيجوا نغلس على واحد اهلاوي ونسترجع الكلام اللي كان بيقوله قبل كده وكان كله ثقه وبيقول لك ان الاهلي هياخد الدوري. تعالوا نشمت فيه. تا 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 حبيبي الغالي، جبت لك ده عشان خاطر هيظبط حاجات كتير قوي عندك، وبالذات الكلام وانت بتتكلم عن نادي الزمالك. انا اسف يا جماعه والله، بس هو اللي اضطرني لكده. والله يا رجاله انا ببقى قاعد لا بيا ولا عليا، بس هم مصممين يزنوا على خراب عشهم. واخواتي الزملكاويه الجمال بيمنشنوا لي يقولوا اطلع بقى يا معلم طلعه حلوه على اخينا ده، وانا طبعا تحت امر الزمالك وجمهور نادي الزمالك حبايبي. فلنبدا المصيده. انا حاسس بيك وجاي اطمنك اخويا، احنا اخوات. انا اهلاوي وانت زملكاوي، بس انا حاسس بيك. انت دلوقتي رمضان مبروك ابو العالمين حموده، هي مالها بردت كده ليه؟ صح؟ صح فعلا، رمضان مبروك ابو العالمين حموده. بس ليه؟ ليه انت كده قلقتني. ما تقلقش، ما تخافش، ما تخافش خالص، الموضوع بسيط. اللي جاي هندقه. اللي جاي هتعمل فيه ايه يا فندم؟ معلش سمعني كده تاني. اللي جاي هندقه. فعلا حصل، حتى اشوف. بس كمل هبد يا عم كمل، هو حد هيحاسبك على كلامك؟ يلا يلا يلا. باذن واحد احد الدوري في الجزيره. ما تقلقش، انت قلقان لان هفهمك. انت عارف تمامك، بس بتحاول تكذب على نفسك وبتحاول توصل للناس ان انت عتريس وان انت مش خايف من ماتش الاهلي. كابتن معتمد جمال، انت بتعمل ايه يا معلم؟ ماتش انبي ده اهم من ماتش الاهلي بكتير. انت لو كسبت النهارده هيدوك الدوري وتعالى تغلب مني عادي، انما قعد لي الرجاله بره وانت عندك حد. على رايك يا عم، هو احنا عندنا رجاله؟ الرجاله كلها عندكم واكيد هتقوم بالواجب. يلا كمل يا ترعه المفهوميه، قول لي المفيد بقى، يلا اخلص. انت عندك حد يا معلم؟ ما تصلوا على النبي. ده يا ابني وقت النادي الاهلي. انا ليه بعمل الفيديو ده قبل ماتش بيراميدز؟ عشان ما حدش يقعد يقول لي ما تفقرش يا اسلام وما تعملش. انا عمري ما فقرت، الله يبارك لك. بس اصل المره دي الدوري لو ما خدناهوش للمره الرابعه بيجي لك الزمالك يقول لك خد الدوري. دول ما يلعبوش كوره تاني عندنا في الفرقه. بيراميدز خلاص انت كفرقه عرفت ايه اللي حصل، عرفت ان الدوري في رجلك. دلوقتي الدوري في رجلك للمره الرابعه، بيقول لك تاني يا معلم انا عايز اجي الجزيره. انا مش حابب اقعد عند 100 صرم وحلاوه، انا عايز اقعد في الجزيره. فحضرتك لو نزلت النهارده ماتش بيراميدز اللي قدامه اقل من ساعه وما دقتهمش. ايوه قول لي بقى عملت ايه مع بيراميدز؟ دقتهم زي ما وعدتني ولا دقوك؟ يلا بقى قول لي اللي جاي، ما تشوقنيش يا معلم. والزمالك الماتش الجاي تمسكه تنفضه في الملعب، تديله علقه كوره عشان يعرف ان الله حق. فانتوا ما تلعبوش كوره. موسم ازرق وموسم زفت وموسم وحش، ما قلناش حاجه. الجمهور بيملى الاستاد حتى لو في الماتشات الاخيره، وهو عارف ان الدوري ضايع، جاي يسندك عشان على الاقل يلحق بصيص من الامل وياخد افريقيا. انت بتقول الزمالك تنفضه في الملعب؟ طب يا سيدي عشان لو انت مش متابع، انا عايز اعرفك بيراميدز اللي دقك امبارح 3، انا كسبان الاسبوع اللي فات 1-0 مع الرأفة، وانا سايب ايديا في الملعب. وفي اخر كلامك المثمر بتقول عشان الاهلي يلحق افريقيا. هي الكونفدراليه دلوقتي بقت افريقيا يا معلم ولا ايه؟ ما تفهمني بقى عشان ابقى فاهم الزتونه بتاعتكم. بس عموما مش هحجر على كلامك واقول لك اهبد، يلا اهبد وكمل يلا. الزمالكاوي انا حاسس بيك قسما بدين الله. هيعيشوا 5-6 ايام لحد طلقه الرحمه اللي هنديها لهم باذن الله يوم الجمعه الجايه. ياخدوا رصاصه الرحمه. هم هيعيشوا 5-6 ايام زي ما قلت لك في اول الفيديو. رمضان مبروك يا بالعالمين حموده، هي مالها بردت كده ليه؟ ما تحسش بالبلل، ما تخش بالك، هيمشوا بامبرز ال5-6 ايام دول. اصبر بس، باذن واحد احد الدوري في الجزيره، وان شاء الله باذن الله نتقابل بعد ماتش بيراميدز لما ننفضه هو كمان والفرقه دي تتنفض الماتش الجاي. والله يسترها علينا، عشان انا مش قلقان غير من البتاع اللي قاعد بره بتاعنا الطرنش اللي معانا. متشكرين كابتن معتمد ومتشكرين للكومبارس الازلي. باذن واحد احد دوري في الجزيره. سلام. بص هو كل كلامك صح، وبما انك جامد قوي كده طب ما تكشف يا عم وتطمن على نفسك. انا خايف تكون عندك حاجه ومحدش واخد باله منها. شوف دكتور جموديه جامد واكشف عنده، قول له يا دكتور انا جامد قوي وعايز اتعالج من الجموديه اللي انا فيها، فاكيد هيكتب لك قرص طعميه كل 6 ساعات. وفعلا كلامك صح، انا هفضل 5 ايام مبلول من الضحك عليك يا ابو 3. وعشان تعرف ان انا مجتهد وعملت بالوصفه بتاعتك بالظبط. بص انا جبت ايه، بص بامبرز اهو بامبرز. بس زي ما انت نصحتني انا كمان لازم انصحك، انت اخويا برضه وتعز عليا. البامبرز ده كنت انا هلبسه في حاله ان انت هتدق بيراميدز، لكن بما ان بيراميدز دقك فانت المفروض لازم تجرب ده. بص انا جبته لك مخصوص والله. تا 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 حبيبي الغالي، جبت لك ده عشان خاطر هيظبط حاجات كتير قوي عندك، وبالذات الكلام وانت بتتكلم عن نادي الزمالك. انا اسف يا جماعه والله، بس هو اللي اضطرني لكده. اللي هيتكلم على نادي الزمالك غلط هطلعه على المسرح
وهجيبه في المصيدة. وطبعا لو الفيديو عجبك اشترك في القناة، فعل الجرس، تابعني، والسلام عليكم.